مساء الحب، مساء الياسمين. شكرا لجمعية الرواسي على هذه الدعوة. لا شيء يهزم المسافات سوى الكتابة وهمومها. لا شيء يجمعنا الآن رغم الحدود والمسافات سوى محاولة تأسيس لعالم أفضل من سطح مقفر. اليوم بالحب حبا نلتقي، وهكذا تفتح اللغة نوافذها على العاطفة والعاطفة على اللغة، فتكون توأمة اللغة والعالم حين يكون القلب كونها. اليوم بالحب حبا نلتقي لنكون وطنا واحدا. ما نحتاجه الآن كثيرا من الحب في صرختنا، ونحن نكتب ونحن نرسم ونحن نصنع تاريخا يؤرق الخراب والأعداء. سأقرأ قصيدة بعنوان لا شأن لي. لا شأن لي. أسأل الفقهاء لماذا لا يضحك الطفل عندما يولد؟ أسأل الأغنياء لماذا الله يطيل أعمارهم ويموت الفقراء؟ ولم أزل أسأل السنبلة لا تدرك الموت فوق الطين. أسأل الفقهاء عن الأرض المهاجرة، عن خطايا آدم، وكيف تنضج التفاحة بملامح إنسان، عن الهدهد القادم من سفينة نوح. لم أزل أسأل وكل هزائم الأرض تينع في وطني. لدي بعض التفاصيل عن البحارة، عن سفن الموت والبحر المشغول بالحرب، عن الشوارع المظلمة في مدينتي، عن ملوك اختفوا بين الكراسي في كل مشهد، عن نساء توشحن بدمع يدوم.